اهلا بيكم في حلقه جديده من بيولوجي وذ ارساني. معاكم ارساني عزيز، والنهارده حلقتنا لشباب اولى ثانوي، وبنتكلم فيها على التريتس والانهيرتنس اوف تريتس بالنسبه لشابتر 3. وقبل ما نبتدي حلقتنا النهارده ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير مع كل اصحابك لمرحله اولى ثانوي عشان الناس توصل لهم كل الفايده ويوصل لهم كل الجديد بتاعنا. ونبتدي على طول بعد زي ما كنا بنتكلم النهارده وبنقول ان احنا بنتكلم على الانهيرتنس اوف تريت. وبدايه مع lesson 1 بنتكلم على الكروموزوم and genetic information اللي موجوده عندك في الصوره. في البدايه بنتكلم على انه احنا كنا بنحاول في القرن العشرين ان احنا نعمل زي ماب للجينز والكروموزومز اللي موجوده عندنا عشان نعرف هي كل واحد فيهم بيشتغل ايه وكل واحد فيهم بيعمل ايه. عرفنا بعد كده انه الجينز اللي موجودة عندنا انه الفانكشن اللي هي بتعملها هي بكل بساطة انه انا بتعمل عندي باختصار شديد جدا انا شايل جيناتيك انفورميشن موجودة عندك. طيب الجيناتيك انفورميشن اللي موجودة الهدف منها ان بتقدر تعملها باسنج من جنريشن للتاني. بعد كده الباسنج اللي موجود عندك من جنريشن للتاني ده وبتبتدي توصله زي ما انت عرفت في ثالثه اعدادي. التريتس بتروح من البيرنتس للاوف سبرينج ومن الاوف سبرينج بعد كده للاوف سبرينج اللي بعد كده وهكذا من الكلام ده، وده هنتكلم عليه تاني بعدين. فاحنا وصلنا ان احنا نعمل حاجه اسمها كاريو تايبنج. كاريو تايبنج هو باختصار ان احنا بنعمل ارينجمنت موجود عندنا، والارينجمنت اللي موجود عندنا دوت الهدف بتاعه ان احنا بنرتب الكروموزومز اللي موجود عندنا في descending order. الديسندنج اوردر الهدف بتاعه هو انك انت بترتب الاورجانيزمز او بترتب الكروموزومز اللي موجوده عندك، انا اسف، على حسب السايز اللي موجود عندك. مش بس السايز اللي موجود عندك، انت كمان بترتبها على حسب الرقم بتاعها. في الصوره الموجوده قدامك هتلاقي ان عندك تو فيجر 1 بيوري لك الكاري تايب بتاع الهيومن ميل اللي موجود عندك مترتب من اول نمبر 1 لحد نمبر 22، وبعد كده موجود عندك كروموزوم اكس اند واي. وبعد كده في الفيميل انت موجود عندك من نمبر 1 لحد نمبر 22، وبعد كده 2 كروموزوم مكتوب عليهم اكس. ده بالنسبه للميل، ده بالنسبه للميل الاكس واي، وبالنسبه للفيميل الاكس اكس اللي موجود عندك. طيب النمبر اوف كروموزومز احنا عارفين من تالتة اعدادي برضو انه انت موجود عندك النمبر اوف كروموسوم بتاعتك بيكون mainly موجودين عندك 2n في السوماتيك سيلز او البودي سيلز. تمام، ودي احنا بنسميها سوماتيك سيلز. السوماتيك سيلز موجود عندها 2 بير ودي بنكتب لها 2n. وطبعا دول بيديفايد باي ميتوسيس. طيب لكن الريبرودكتيف سيلز او الجميت لو بيكون سبيرم اوفا او بولينج جريد ده بيكون موجود عندها 1 بير من الكروموسوم، وده بيكون موجود عندها ان. وكمان انت عرفت برضو في ثالثه اعدادي ان هما بيديفايد باي مايوسيس. طيب خليني اقول لك على حاجه لطيفه جدا. لو تاخد بالك من نقطه، هي انه سواء انت بتتكلم على ميل كاريوتايب او فيميل كاريوتايب اللي موجوده عندك، انت هتلاقي كروموسومز دي موجوده بيرز. سواء انت بتتكلم على ميل او فيميل في الحالتين دولت اسمهم 2n. دول كومبليت سيت، دول ست كامل. لو عديتهم هتلاقي 23 بيرز الموجودين عندك النمبر بتاعهم سواء ميل او فيميل الاثنين موجود عندهم 46 كروموزوم او 46 كروموزوم. ال 46 كروموزومز الموجودين عندك طبعا بنلاقيهم موجودين مينلي موجودين في السوماتيك سيلز كاملين، لكن وده اللي بيخلينا نقول عليهم 2n او كومبليت سيت او دايبلويد سيل. وموجودين في الريبرودكتيف سيل موجودين في صوره ان او هابلويد سيل، وده بنلاقيهم بس في الجميت. لما هنلاقي انه احنا بنرتبهم من نمبر 1 لحد نمبر 22. من نمبر 1 لحد نمبر 22 دول بنسميهم سوماتيك كروموسوم. كروموسومز مسؤولين عن فانكشن في جسمك، مسؤولين ان هم مثلا يعملوا عين، شعر، بق، مناخير، ودان، ايد، رجل، قلب، بطن، وهكذا. لكن لما نيجي عند بير نمبر 23، سواء اكس واي في الميل او اكس اكس في الفيميل اللي موجود عندك، سواء انت عندك اكس واي او اكس اكس، الاثنين دول بيتسموا ريبرودكتيف او بنسميهم سكشوال كروموزوم او
reproductive chromosome. sexual chromosome او sex chromosome عندك هم المسؤولين ان هم يحددوا الاورجانيزم اللي عندك دوت هو ميل ولا فيميل. ده باختصار شديد جدا سواء اكس او اكس واي او اكس اكس. لكن خلينا نفهم حاجه. السكس كروموزوم السايز بتاعهم هم بيفولو اب بير نمبر 7. يعني في السايز بتاعهم هتلاقيهم ان هم المفروض في الترتيب بتاعهم يروحوا ورا بير نمبر 7 اللي موجوده عندك ونحطهم في النص هنا سواء احنا بنتكلم على ميل او فيميل. ولكن سنس ان هم ريسبونسبل عن الديترمينيشن بتاع الجندر الموجود عندك ميل ولا فيميل فهم بيتحطوا لوحديهم as a pair لوحده نمبر 23 اللي موجود عندك. طيب هل الكاريوتايب اللي موجود او النمبر اوف كروموزومز اللي موجود عند كل الاورجانيزم هم واحد؟ لا مش واحد. كل اورجانيزم ليه النمبر بتاعه. الهيومن عنده 46 مثلا، بني ادم عنده 46 كروموزوم، تشيكن 32، كات 38 وهكذا. كل اورجانيزم بيكون عنده، يعني مثلا الضغط عنده 78 كروموسوم، التوبيكو عنده 48 كروموسوم، الجوريلا عندها 48 كروموسوم. التوبيكو ده بلانت والجوريلا دي انيمال، بس هل ده معناه مثلا ان التوبيكو والجوريلا دولت نفس الحاجه؟ لا طبعا. نمبر اوف كروموسوم يعني ما يعنيش بالضروره ان هم نفس الاورجانيزم. خلاص. البطاطس كمان عندها 48 كروموسوم، بس البطاطس بطاطس والتوبيكو توبيكو، جوريلا جوريلا. كل اورجانيزم ايفن حتى الويت 48 كروموسوم. فانت النمبر اوف كروموسوم بيكون مختلف، وممكن في بعض الاوقات يكون متشابه ما بين الاورجانيزمز وبعضيها، وده بالضروره لا يعني اي شيء على الاطلاق. كل اورجانيزم منفرد بذاته ملوش دعوه بالتاني. ومن هنا طلع عندنا ثيري اسمها ذا كروموسوم ثيري، والثيري دي طلعت سنه 1902 وكان الديفلوبر بتوعها تو ساينتست بافري وساتن. الاثنين دول طلعوا بشويه ستيتمنت. واحد من الستيتمنت دي نمبر 1 انه الكروموسوم في السوماتيك سيل they exist in homologous pair. ال2n يكون دايبلويد فورم موجود عند الجميت فيهم half النمبر اوف كروموسومز اللي موجود عندها في السيل. يعني بعضا بدل ما هيكونوا 2n هم هيكونوا n. خلاص. طيب number 3 each pair of the chromosome act independently when being transferred to the gamete. وده معناه ان كل كروموسوم هيتورث لوحده ملوش دعوه باللي جنبه. After the fertilization process قالك ده normal number of chromosome ال 2n يرجع تاني زي ما كان. اذا انا ماشي ان انا عندي 2n موجود في البادي سيل او السوماتيك سيل، وعندي n موجود في الريبرودكتيف سيلز، سواء احنا كنا بنتكلم في الميل هيومن التستس او الفيميل هيومن الاوفريز، او لو احنا بنتكلم على الاوفري في البلانت او الستيمنز اللي موجوده في البلانت. كل كروموسوم شايل hundreds of genes، مش جين واحد، لا ده hundreds of genes. كروموسوم معمول من DNA plus بروتين، وده انت كنت عرفته برضو في تالتة اعدادي وعرفته الترم اللي فات انه البروتين اللي موجود عندك ده اسمه الهيستون بروتين. الدي ان اي شايل الجينز دي اللي بتشيل الجيناتيك انفورميشن اللي موجوده عندك. دي ان اي معمول من نيوكليوتايد، والنيوكليوتايد بتعمل بوند مع بعضيها بهيدروجين بوند عشان تقدر تعمل لي دي ان اي الدبل هيليكس اللي موجود عندي. وعايزك تفتكر نقطه انه الفيرتيلايزيشن وهو الفيوجن ما بين الميل جميت الان والفيميل جميت برضو ان عشان يبتدي يديني زايجوت، والزايجوت بيكون 2 ان. فاذا انت عندك ان وان بيعملوا فيوجن مع بعض فيبتدي يدي لك 2 ان. لما نيجي نبص بقى المندل لاز اللي انت اتعلمتها السنين اللي فاتت، تمام، بتلاقي انه مندل سكند لا مثلا فور انستنس، تمام، يقول لك مندل سكند لا او law of independent assortment of hereditary factors بيقول لك when two individual bearing one or more contrasting pairs of hereditary factors copulate like each factor is inherited independently of one another. باختصار جدا بيقول لك انه والله مش لازم انا الاقي ان في تريت تكون مربوطه بتريت تانية، التريت بالعادي هتتورث لوحدها ومفيش اي تريت هتكون مربوطه بالتانية نهائي على الاطلاق. طيب ده كان كلام مندل، وخليني ارجع افكرك برضو بشويه حاجات من كلام مندل اللي انت اتعلمته في ثالثه اعدادي. نمبر 1 ان انت في التريت اللي موجود عندك بيكون عندك dominant trait وريسيسيف تريت. اوكي، ولو انت جيت عملت ميتنج ما بين pure dominant individual مع pure recessive individual هيبتدي يطلع لك
في الفيرست جنريشن اللي موجود عندك ريشيو 3 to 1، 3 dominant ل 1 recessive اللي موجود عندك. طبعا لو احنا جينا بعد كده وصلنا ده طبعا في الاف 2 جنريشن، في الفيرست جنريشن طبعا يطلع 100% dominant. لما نيجي نبص كده على الكلام دوت، مندل هنا كان بيتكلم على law of segregation mainly بالدرجه الاولى law of independent assortment. لما حضرتك استخدمته طلعت ريشيو كان موجود عندك بريشيو 9331. 9331 اللي موجود عندك ده بالضروره بيثبت كلمه مندل انه مش لازم ان التريت تتورث مع بعض. تمام، وسمينا اللو دوت law of independent assortment او independent assortment of gene. طيب في سنة 1911 توماس مورجان اكتشف اللينكج and crossing over. والكروسنج اوفر حضرتك اتعلمت عنه في الميوسيس. وفي الميوسيس انت عارف انه mainly بيحصل موجود في الريبرودكتيف سيل، مش بيحصل في السوماتيك سيل، عشان ما تتلخبطش ما بين النقطتين دولت، وبالتالي تقدر ان يكون موجود عندك باك جراوند كويسه ما تسرحش فيها شويه. مورجان لقى ان في حاجه بسيطه خالص. مورجان لقى ان في something that contradict Mendel's second law of independent assortment. مندل كان قال لك بالضروره انه مش لازم الاقي ان التريت تتورث مع بعض، او ما ينفعش الاقي تريت مربوطه بتريت. يعني ما ينفعش مثلا الاقي حد طويل فلازم يبقى شعره بني، او الاقي مثلا حد شعره او الاقي مثلا حد قصير فبالضروره ان هو شعره لازم يبقى اسود. مندل كان بيقول لك لا ده ما بيحصلش. لكن توماس مورجان سنه 1911 لقى ان الموضوع دوت في الدراسوفيلا مختلف شويه. الدراسوفيلا موجود عندهم 4 pairs او 8 chromosomes بس. خلاص each chromosome carry hundreds of genes طبعا زي ما احنا عارفين. وده اللي لقى ان في حاجه بتكونتراديكت مندل law of independent assortment. طيب ليه لقاه؟ او ايه الكونتراديكشن اللي لقاه؟ وهل ده معناه انه مندل غلط ولا لا؟ وهل ده معناه ان كلام مندل جنرال لا ولا لا؟ قال لك بص، مندل لما لقى انه الجينز اللي موجوده على نفس الكروموزوم بتتورث as a single unit. يعني كل الكروموزوم اللي انت بتلاقي الجينز اللي موجوده على الكروموزوم حته واحده كلها بتروح ليه الاوف سبرينج اللي موجود عندك تكه واحده. طب ما فيش ان هم يتفصلوا عن بعض؟ لا. طب ما فيش ان هم يبعدوا عن بعض؟ لا. قال لك كلها بتتورث as a single unit. طيب ده معناه ان كلام مندل isn't a general law. ده معناه ان في exceptions كتيره موجوده عندنا بالنسبه لللاw بتاع مندل law of independent assortment. ده اكيد ان في exception. طب وهل معنى الاكسبشنز دي ان مندل غلط؟ لا، مندل ما كانش غلط. مندل according للتكنولوجي المتاحه والاكسبيرمنت اللي هو عملها في وقته مندل صح. مندل ما عملش further explanation وما عملش further testing بالنسبه لللاز بتاعته. في الفتره بتاعته ده كان المتاح عنده، وبالتالي ده مش معناه ان هو غلط، بس هو كان limited. اوكي. توماس مورجان طلع بعد كده قال لك والله ان في لينكج بيحصل ما بين التريتس وبعضيها. تمام. طب ده ليه اللينكج دوت؟ because they exist on the same chromosome. He also supposed ان اللينكج اللي موجود ما بين الجين بيديبند على الديستنس اللي ما بينهم وما بين بعض. وده معناه ان انا لو عندي two trait the distance between them is so close they are going to be inherited together. هيتورثوا مع بعض. طيب ده معناه ان ده في exception؟ طبعا في exception، وده يعتبر اول exception. التايبس اوف لينكج بتختلف على زي ما قلنا الديستنس ما بين الجينز وبعضيها. وعندنا تو تايبس من اللينكج. اول تايب من اللينكج هو كومبليت لينكج. وكومبليت لينكج احنا بنلاقي ان هما الاثنين قريبين جدا 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 من بعض، ايفن حتى في الكروسنج اوفر وحتى في السيبريشن وفورميشن بتاع الجميتس عمرهم ما هيتفصلوا عن بعض وهيتورثوا حاجه واحده. وده بنلاقيه موجود عندنا في الكالر وبتاع الفروت فلاي والوينج بتاعتها. احنا دايما كنا نلاقي انه لو انا جبت جراي لونج وينج فلاي وبلاك شورت وينج فلاي وجوزتهم مع بعض، الجنريشن الاف 1 بتاعي اللي هيطلع هيكون جراي لونج وينج.
لكن لو انا جبت الجنريشن دوت وجوزتهم بعض تاني، انا هلاقي حاجه مهمه جدا. انا هلاقي انه اغلبيه الجريز كلهم لونج وينجد، وهلاقي البلاك شورت وينج. اذا انت هنا بقى مربوط عندك التريد بتاعت انك انت تكون جراي ولونج وينج، الاثنين دولت مربوطين جدا مع بعض. الاثنين موجودين في الكروموسوم. لو احنا مثلا هنرسم نقول مثلا ان ده كروموسوم اهو موجود عندي، خلاص. فالتريت اللي موجوده هنا هلاقي ان انا هنا ادي تريت عندي والتريت تانية، الاثنين قريبين جدا من بعض زي اللون الازرق والاسود الموجود عندك دوت. الاثنين قريبين جدا من بعض. لما بيحصل كروسنج اوفر الاثنين بيتاخدوا از سنجل يونت، تعاملوا كانهم حاجه واحده. وبما انهم بيتعاملوا كحاجه واحده، فانا دايما هلاقي الصفتين دولت مربوطين جدا مع بعض، مش هلاقي ان في اي نوع من انواع التباعد ما بينهم. تمام. النوع الثاني هو الانكمبليت لينكج. with some cases بلاقي انه الكروموزومز او بلاقي انه التريت نفسها مش هتكون لينكد مع الكروموزوم مع بعض فور ايفر. ممكن هي الجينز اللي موجوده تمام مع نفس الكروموسوم بيبتدوا يبعدوا عن بعض وبيحصل لهم اكستشينج، هم مش قريبين من بعض او في فرق بسيط ما بينهم، خلاص. وده بيبان في الكروسنج اوفر. في الكروسنج اوفر في بروفيز 1 زي ما انت عرفت في الميوسيس بيبقى عندك في ستيج اسمها التتراد. في التتراد او الفور بنلاقي انه انا عندي هنا التو لينكد كروموزوم اللي موجود عندك، التو هومولوجس كروموزومز الموجودين عندك يبتدي ان هم يكستشينج بيسز. اكستشينج سبيسيز اللي موجوده عندك في الكيازما بتاعتك يبتدوا يبعدوا عن بعض في انا فيز 1 وانا فيز 2 and so on. انا فيز 1 وبعد كده بعد كده تيلو فيز 1، بعد كده سايتوكينيسيس، ونكمل بعد كده في مايوسيس 2. كروسنج اوفر باكستشينج بيسز. البيسز اللي موجودين عندك دي انت هنا بتبتدي تقلب وتغير ما بين الستيجز وبعضيها. التتراد هي دي الستيج اللي بيبتدي هنا اللعب فيها، هنا الماجيك بيبتدي يحصل. التتراد انا هنا عندي التو هومولوجس كروموسوم قريبين جدا من بعض ويبتدي ان هم يبدلوا التو بيسز مع بعض. انت هنا عندك على اليمين موجود عندك ريد كروموسوم وعلى الشمال موجود بلو كروموسوم موجودين عندك، الاثنين يبتدوا يبدلوا بيسز مع بعض. البيسز او المنطقه اللي بيحصل فيها الاكستشينج هنا وهنا اتعلم عليهم دلوقتي قدامك بالبلاك سيركل دي احنا بنسميها الكيازما. الكيازما تمام بيحصل فيها الاكستشينج دوت والبريكج دوت بيحصل والتبديل ده هنا بيحصل. الانترنال بارت خلاص حصل بينهم اكستشينج، خلاص هيبتدي عندي انا فيز 1 والاثنين يبتدوا يبعدوا عن بعض ونكمل في السكه بتاعه تيلوفيز 1 وسايتوكينيسيس. بعد كده نبتدي ندخل على مايوسيس 2. وفي مايوسيس 2 بروفيز 2 مش بيحصل فيها اي نوع من انواع الكروسنج اوفر وتكمل في الستيجز العاديه. انا فيز 2 كل واحد من الكروماتيد بيبعد، بس انت بقى هنا عندك 4 كروماتيدز في 2 منهم مختلفين، تمام. والاثنين دولت بيحصل لهم ديستريبيوتنج، والديستريبيوتنج بتاعهم دوت بيحصل بصوره راندوم جدا. يعني مفيش حد متحدد هو هيروح فين وهيجي منين، كل واحد فيهم بعيد عن التاني. هنا بقى عندك كروماتيدز جديده. كروماتيدز الجديده اللي موجوده عندك هنا بنسميها ذا نيو كروموزوم. كروموزومز اللي ما بقتش او ما حصلش فيها اي كروسنج اوفر دي بنسميها البارنتال كروموزوم، خلاص. طيب كروسنج اوفر حصل، هنا بقى في عندك ابيليتي كبيره جدا انه الاورجانيزم تطلع مختلفه عن بعضيها. ودي صوره تانية كمان ودايجرام بيوضح لك الاكستشينج مثلا اللي بيحصل بيبقى عامل ازاي، ومين النيو كروموزوم ومين البارنتال كروموزوم بيبقوا موجودين عندك عاملين ازاي. طيب ليه الكروسنج اوفر مهم؟ الكروسنج اوفر مهم لان هو بيضمن ان انت في عندك اختلاف حاصل، بيضمن ان في عندك اورجانيزمز جداد موجودين عندك، يضمن ان بيحصل ادابتيشن ل خلينا نقول environmental conditions اللي بتتغير من سنين ما بين السنين، وبالتالي يبقى في
ability ان الاورجانيزم يقدر يكمل بعد كده في السنين اللي جايه. اخر حاجه في كلام النهارده بنتكلم على حاجه اسمها الكروموسوم الماب، وده باختصار ان احنا بنعمل ماب للكروموسومز عشان نقدر نعمل ستادي للجينز، ونقدر نعمل ستادي للتريتس اللي الجينز دي بتتحكم فيها. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وسبسكرايب للقناه، وتعمل شير مع كل اصحابك في اولى ثانوي. واشوفكم في حلقه جديده من بيولوجي with ارساني.